بسم الله الرحمن الرحيم. عوني رحمي، وكيل كلية العلاج الطبيعي الدراسات العليا والبحوث. أنا سعدت بهذا اللقاء معكم، وأحب أن أنا أتكلم شوية عن الرفلكسيولوجي، علم بيدرس عندنا في الكلية في الدراسات العليا. أساتذتنا وأستاذتي خاصة الأستاذة الدكتورة عزة عبد العزيز، عميد الكلية السابق وأستاذة بقسم الباطنة للعلاج الطبيعي، متخصصة في هذا الجزء، درستنا في الدراسات العليا وتتلمذنا على ايديها، وما زال الى وقتنا هذا بيدرس هذا العلم ده زي ما تقدم الدكتور نجيب سالم زميلي بانه علم قديم، اتاخد واتطور في الدراسات العليا عندنا، بيدرس حاليا، فهو علم من قديم الأزل من أيام الفراعنة، ولكن بدأ دلوقتي يتاخد ويدرس بمفهوم علمي حديث. كما تطرق الدكتور نجيب إنه هو بيبقى حاجة في الدول الأوروبية بياخدوها وبيستغلوها ويعملوها من المنطق والمفهوم الحديث. احنا عندنا برضو بندرسه وبنقوم بيه، بس مش كل واحد متخصص في العملية دي، لأن ده علم عاوز يكون سكيلز، مهارة عالية جدا انك انت تطبقه. يعني انا بدرسه ودرسته تحت اساتذتي من ايديها، ولكن لما اجي اطبقه برضو بقول لابد ان يكون في مهارة. المهارة دي هي مش كل واحد يكون بارع فيها، نتيجة الخبرة ونتيجة الدراسة والممارسة العملية. الممارسة العملية ممارسة عملية كمان مش من فراغ، لازم تيجي عن دراسة علمية بالتطبيق، نقدر نقول بتجيب نتيجة. يعني أنا جربت بعض حالات فعلا جابت نتيجة كويسة، لكن ما أقدرش أقول إن هو ده العلاج، هو مكمل ممكن. إن كان بعض الزملاء لنا بياخدوها كوسيلة تساعد مع العلاج الطبيعي ومع العلاج الطبي اللي هو الأدوية والعقاقير الطبية، يبقى ده أوكي ماشي. ونقدر نقول حضرتك كمان هو علاج وقائي، ودايما بنقول الوقاية خير من العلاج. كده عشان كده احنا بنقول بيعتبر نوع من أنواع المكمل. يعني احنا بقول لو سمينا بالمسمى الحديث دلوقتي زي الطب البديل والحاجات دي، تقدر تخش برضو تحت. يعني زي ما بنسمع عن البندول، برضو نوع من انواع العلاج اللي هو حديث، برضو بياخدوه في بعض الحالات اللي هي وشيات. ايوه، ففي حاجات كتيره جدا. العلم بحوره كبيره جدا، وعشان كده بقول لحضرتك لو جينا واتجهنا للبحث العلمي لابد ان انا ادرس واتعمق في الجزئية عشان اقدر اجيب نتيجة كويسة بالمهارة، مش اخدها اعتباطا واقول انا رحت خدت كورس او خدت شهادة لمدة اسبوعين ولا شهر وبعدين اقول ان انا طبعا ده بقول لحضرتك دي مهارة، والمهارة ديت لازم تكون مهارة يعني اقول فائقة في هذا التخصص عشان اقدر انجز هذا العمل. حضرتك لو تشرح لنا كده على القدم، يعني لو جينا بصينا هنا هو صورة مبسطة هنا هو للقدم، واضح فيها هنا هو الأماكن اللي هي بنقول عليها الأعضاء الداخلية للجسم لكل نقطة معينة. لما اجي أنا بعمل البريشرز بتاعي أو الضغط بتاعي بيبقى بضغط على علم ودراسة، ما اجيش اضغط واحط صباعي بضغط. الضغط كمان بتبقى بالصباع مش بباطن الصباع، لا بالتبس، بقمة الرأس بتاع الصباع. لما اجي اضغط فانا بضغط على النقطة، فبنقول عليها التريجر بوينتس او النقطة اللي هي مؤثرة. زي ما احنا شايفين هنا هو في الصورة دي، هي واضح جدا الاريا بتاعة القلب زي ما احنا شايفين هنا هو في الرجل الشمال. بالمناسبة نشكر المعالج سعد المصري ان هو اللي موفر لنا الحاجات دي، الصور. يعني هو ده في كتب. لو بقول لحضرتك انا وكيل كلية الدراسات العليا، وفي كتب ومجلات وحاجات اكتر من كده كمان. طبعا احنا بنشكر طبعا الزميل سعد المصري، لكن انا بقول لحضرتك لو جيت وبصيت للكتب والمراجع والمجلات اللي هي بتدور في الجزئية ديت، علم تاني كبير جدا كبير جدا. عشان كده بقول لحضرتك لما اجي ادرسه في الدراسات العليا
فده بيبقى حاجه اوفر. انا مش باخده كنوع من انواع الاندر للطلبه اللي تحتينا عشان يخش ويقول اي كلام ويعمل اي كلام، لا، ده انا بدرسه في الدراسات العليا فقط عشان اقدر اتعمق فيه. وبالرغم من ذلك برضو بقول مش كل واحد بيتخصص فيها، ياخد نقطه ويتعمق فيها، والعمق ده بعلم ودراسه عشان لما اجي اطبق الكلام ده هو وابتدي اشغل واقول والله ادي الاريا هو وادي الاورجنز وابتدي اضغط. الضغطه ايه؟ ما هو الضغطه دي هي ضغطه من ايد لايد تختلف، توقيت معين وبريشرز معين. طبعا اكيد. وبعدين انك انت لما تيجي بتحط ايدك وتحس بالنديولز اللي موجوده، مش اي واحد يحس بالنديول زي لو ما كانش عنده المهاره العاليه ان هو يقدر يتقن العمليه دي، يبقى في تهريج. عشان كده بقول البحث العلمي ان احنا ندرس ونطبق ونشوف النتائج بعد كده، يبقى هو ده المردود بتاعي. سكيلز، المهاره. انا بقول انا علاج طبيعي حرفه زي اي حرفه، لو ما كنتش بتقنها وبعمل انتاج شغل كويس يبقى برضو عليه العوض. زي اي حرفه لو انت تيجي تعملها وما تتقنهاش يبقى في الحاله دي انت بتضيع مجهودك. واقول اولا واخيرا الشافي هو الله. احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله. وانا سعيد جدا بهذا اللقاء، وربنا يوفق الاخ زميل سعد المصري. ميرسي يا فندم. لا الله يخليك.